السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الشيف محمد سلام. لو أنا عايز أعمل دجاج محشية السبانخ زي دي يا شيف نعمل إيه؟ نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونبدأ الفيديو مع بعض على طول. عندي طاسة فيها بصل متقطع لقطع صغيرة، بفضل أقلب في البصل كده مع الزيت، بنزل عليه بمعلقة توم معلقة ريحان، بجيب السبانخ الفريش بتاعتي متقطعة لقطع كبيرة اهيت، برش عليها شوية أعشاب، سنة ملح بسيطة جدا، شوية فلفل أبيض لو موجود، لو مش موجود يبقى فلفل أسود، ونفضل نقلب في السبانخ بتاعتنا كده تقليبة بسيطة، نقلب فيها بس ما نموتهاش، يعني نسيبها حية شوية. ورقة وقعت مننا اهيت نجيبها برضو اهو. خلاص كده كفاية شيف، نرفع السبانخ بقى. ما تسويش السبانخ كتير، وملحوظة يا جماعة ما تزودوش السبانخ ملح، السبانخ فيها نسبة ملح عالية، ولسه هنستخدم جبنة بتاعتنا عشان ما تملحش معانا أكتر. بضيف اي نوع جبنه موجود عندي في المطبخ، اي نوع جبنه عندي، ما بشترطش الجبن، اي نوع جبنه موجود عندي. عندي صدور الدجاج قطعتها لشرايح صغيره اهيت اهي، زي الاسكالوب بالظبط او زي البانيه. بقطعها بفردها على البلانشه بتاعتي او على اي سطح موجود عندي، بتبلها شويه ملح، فلفل ابيض او فلفل اسود، شويه ريجانو، اي اعشاب عندي ببدا اتبلها تتبيله بسيطه خفيفه كده. وببدأ ان انا اقلبها على الوش التاني، باخدها تتبيلة هنا وهنا برضو تتبيلة بسيطة للطعم مش اكتر، علشان ابدأ احشي السبانخ بتاعتي في قلبها واعملها رول اهو. وادعك فيها بايدي كده دعكة بسيطة، ما استخدمت الزيت ولا اي شيء خالص. بخلط الجبنة بتاعتي مع السبانخ طبعا بعد ما السبانخ بردت جامد اهو، بدعكها كلها ببعضها كده، وابدأ ان انا احشي الدجاج كده زي ما انتم شايفين، كأني بلف ورق عنب بالظبط، سهلة وبسيطة جدا اهو، واحدة واحدة مع بعض. خلاص، عايز حجم الدجاج بتاعي كبير او حجم صغير على حسب كمية الحشو بتاعتي، ببدأ ان انا بتحكم في الحجم بتاعي. انا عايز الحجم بتاعي يكون حجم سيمبل كده وحجم بسيط اهو. وان شاء الله الوصفة تعجبكم ان شاء الله. خلصنا من الكمية بتاعتنا كلنا زي ما انتم شايفين، حاجات صغيرة وشكلها كويس. ببدأ ان انا اعمل الصوص الجبنة بتاعي معاه، معلقتين زيت، 3 4 معالق زبدة، بنزل بالدقيق بتاعي. كل حاجة سهلة، مفيش حاجة صعبة. نزلت بالدقيق بتاعي كده، بفضل اقلب فيه لحد ما يستوي. خلاص الدقيق بتاعي استوى اهوت، بنزل بالحليب بتاعي، كمية مناسبة على قد الصوص. في الوصفة دي يا جماعة بحاول ان انا ما ازودش الدقيق، لان الجبنة كده كده بتربط له الصوص، ناخد بالنا من الخطوات الصغيرة دي. بحط سنة فلفل ابيض وسنة اعشاب، ما بحطش ملح خالص على الصوص ده. عندي الجبن اهيت، اي نوع جبنة عندي انا بشتغل بيه، بس انا شغال بالموتزاريلا والشيدر الميكس. ولو في جبنة روكفورد برضو اشتغلوا بيها، بتكون طعمها افضل واجمل، بس نحاول ما نزودش منها كتير في الصوص علشان بتمرر. وافضل ان انا احرك الصوص بتاعي كويس كده، واستمر في التحريك. خلاص خلصت الصوص بتاعي، هو ده القوام بتاعي اللي انا عايزه. ما حاولش اخليه تقيل عشان كل ما بيبرد الصوص بتاع الجبنة بيتقل. طاسة فيها معلقتين زيت معلقتين زبدة، ببدأ ان انا اشوح الدجاج بتاعي عليه. انا اتعمدت ان انا اعملها في طاسة عشان الناس اللي ما عندهاش جريلا. طبعا انا عندي في المطبخ الجريلا وكل شيء موجود، بعملها طبعا كده في الطاسة مع الزيت والزبدة. ولو في عود روزماري بحطه معاهم، مفيش مشكلة، بيكون أجمل وأفضل. بس احنا دايما بنقول كل واحد بيشتغل على حسب إمكانياته وحسب الخامة اللي موجودة عنده.
وبقلبها على الوش التاني، بتاخد دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، وكده خلاص انتهينا من الوش الاولاني. بقلبها على الوش التاني، وببدأ ان انا بدخلها في سفنديش في الفرن بعد ما بتاخد لون هنا ولون هنا. حطيتها في السفنديش بتاعي كده زي ما انتم شايفين، بديها نص كوباية مية صغيرة معاها، نص كوباية مية صغيرة كده، واجي مغلفها سيلفر ومدخلها الفرن بتاعي، تاخد لها 7 دقايق 8 دقايق، واقول لها يلا مع السلامة، اشوفك في فرصة تانية ان شاء الله. خلاص الدجاج بتاعي استوى اهوت. ببدأ ان انا بقطعه زي ما انتم شايفين كده، بستنى ما يخرج من الفرن كده ويقعد 5 دقايق يهدى كده، وببدأ ان انا اقطعه. شايفين السبانخ شكلها لسه اخضر وحلو ازاي في الدجاج، والدجاج بتاعتي جوسي وطعمها جميل، وان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم اهو. ولسه لما تاكلوها هتحسوا بحلاوتها ان شاء الله. حاجة روعة وحاجة جميلة، لازم تجربوها ان شاء الله. بجيب السفنديش بتاعي او الطبق بتاعي اللي انا هبقف فيه الاكل او هسكب فيه الاكل لاولادي، عنده صوص الجبنة الجميل اللي عملناه، شايفين قطع الجبنة حلوة فيه ازاي. وببدأ ان انا احط الدجاج بتاعي وارصه اي رصة انا عايزها بالشكل ده، وابدأ ان انا اجرنش شوية فلفل فرايد، شوية طماطم شيري، اي حاجة، واقدمه لاولادي. لو انا مش عايز اقدمه في سفنديز زي ده بقدمه في طبق، بقدمه في اي شيء. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. كان معكم الشيف محمد سلام، انتظرونا في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم.